السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهارده لا يسعني إلا إني أشكر جميع لعيبة النادي الأهلي. إحنا مش عاوزين ماتش صن داونز. النهارده الأهلي بيسطر تاريخ كبير. النهارده في أرقام تاريخية حقيقية عملها النادي الأهلي. النهارده اللعيبة طلعوا رجالة، وشفتوا يا جماعة الراحة بتعمل إيه. بس إحنا ما لعبناش عودة المصابين. عملنا إيه؟ السولية ظبط نص الملعب. قبل ما اتكلم على اي حاجه، مبروك لجمهور النادي الاهلي ومبروك لاداره النادي الاهلي، وهارد لك للجماعه اللي منتظرين سقوط النادي الاهلي. معروفين ان هم مين عشان ما نتكلمش في الموضوع ده كتير. النهارده باحتفاليه النادي الاهلي وعشان النادي الاهلي الكبير اللي مشرفنا، اللي مشرف افضل نادي. النهارده نتكلم في الاحتفاليه الاولى، احتفاليه النادي الاهلي، ونتكلم النهارده على اللعيبه. مارسيل كولر النهارده طبعا مدحت شلبي امبارح قاعد يقول التغيير والتشكيل والاهلي هيتهزم من القطن او تلميحاته. احنا بنكلمك وبنكلم جميع الزملكاويه وجميع اللي بيحاولوا يسقطوا النادي الاهلي ان الاهلي فاز، وما احناش عاوزين مباراه صن داونز والهلال. اللي يحصل يحصل، وان شاء الله مجد. احنا اهم حاجه عندنا الدوري السنه دي، الدوري لازم يرجع للجزيره ان شاء الله باذن الله تعالى. ونروح النهارده للي حصل من اول دقيقه. اول حاجه لعب محمد الشناوي اللي احنا كنا متوقعين انه هيلعب علي لطفي، بس محمد الشناوي، محمد عبد المنعم عوده حميده، ياسر ابراهيم اتصاب في التمرين، ولعب رامي ربيعه اللي كان راجل النهارده، وكان ما شاء الله استخلاصه في الكره عباره عن 85% استخلاص خرافي من رامي ربيعه. النهارده كان كل الكور يعتبر شبه مستخلصها من المهاجمين. طبعا يا جماعه القطن الكاميروني فرقه تعتبر على قدها شويه، بس معلش صن داونز بره ما كسبهاش كده، والهلال ما كسبهاش كده، والاهلي النهارده يعتبر طحنهم كرويا، ضغطهم من اول دقيقه، من اول لحظه الاولى، وبغتهم اللعيبه مرتاحه. وعوده اللعيبه المصابين. اسوأ لاعب النهارده كان محمد هاني. انا مش عارف خالد عبد الفتاح ما بيلعبش ليه، يريح محمد هاني شويه. خالد عبد الفتاح لعيب مهم جدا، لعيب جوكر باك تلعبه، وسنتر باك تلعبه في الهجوم وفي الدفاع، ما شاء الله، ولاعيب سريع. طبعا عاوز بس الخبره الافريقيه ويبقى تمام، بس هو لعب في كاس العالم وكان مأدي بشكل جيد جدا، لولا الطرد ولولا الاصابه بتاعته ما بعدته عن المباراه. عموما نروح النهارده للمباراه. محمد هاني، علي معلول اللي طلعوا النهارده وريحوا. ونيجي للنص الملعب، لعب السوليه العاقل الراكز. السوليه حتى هو وحش يا جماعه، بيلعب اللونج باص طويل، ما شاء الله ما شاء الله. شوف جول اللي عمله لتاو، ايه ده السوليه. عموما هو وحش، انا بيبقى مالي نص الملعب. تحركاته كبيره، تحركاته كتيره، لاعب ذو خبره، لاعب ممكن الناس ما تحسوش كتير، انما السوليه انا بطمن لما يكون في نص الملعب. ويريح النهارده ديانج. كويس ان رايح ديانج، لان ديانج بقى له فتره ضغط المباراه عليه كان قوي جدا. والنهارده المعلم الكبير مروان عطيه في نص الملعب كان مع السوليه، ما شاء الله. انه يروح لنص المهاجمين، الوسط المهاجم عندنا قفشه بعض الكرات بيروح ويجي على فترات، بس كان لاعب جيد جدا النهارده، وكان كويس وكان مؤثر، وكان تحركاته كويسه وكتيره. واحمد عبد القادر اللي نازل رايق وفايق، استلام ولا احسن ولا اجمل. دايما الكره اللونج باص اللي بتتلعب له كان بيستلمها في مساحه، وكان بيستلمها بحرفنه، وتعب خطوط الكاميرون النهارده. القطن الكاميروني تعبهم كلهم. وناحيه اليمين، ناحيه محمد هاني، بيرسي تاو العاقل الراسي، احسن لاعب في ماتش صن داونز من النادي الاهلي. اللاعب اللي انا بقول دايما بيتحرك بجديه، بيتحرك باريحيه، بيتحرك كتير جدا، وبيتحرك في منتهى الخطوره. بس كان بعض المرات اللي هو بيتحرك تحركاته مش مؤثره، بس الراجل ده بيتحرك كتير جدا. وعودة حميدة للمعلم كهربا اللي تعاونوا ويتحالفوا عليه عشان ما يروحش منتخب مصر، وبيقول لك ده بيصير الشغب وبيصير المشاكل. ما تختاروش يا مدرب البرتغال اللي بيدرب منتخب مصر، واحنا يا عم ما احناش عاوزينه يروح المنتخب. ايه المشكله؟ اللاعب بتاعنا عاوزين نحافظ عليه. انتوا بتحاولوا بقدر الامكان ان توقفوا كهربا، بس كهربا النهارده ادالكم درس. هداف تاريخي كهربا النهارده، يبقى هداف ماتريك النهارده ولا اروع، وتحركات رهيبه. على الرغم ان كهربا مش مهاجم صريح يا جماعه، بس تحركاته رهيبه جدا. تعالوا هدف. طبعا كهربا اتصاب اول 6 دقائق في الدقيقه السادسه، وكانت اصابته خطيره.
تعالج والراجل عادي وركز وما شاء الله، لانه حماسي، لان الراجل ده بيشد اللعيبه، الراجل ده بيحاول يخلي اللعيبه تتحرك تتكلم، بيكلمهم كتير. ده كهربا عمل ايه النهارده؟ خلق فرص كتيره، تعب المدافعين، اتكلم زمان. حتى لما كان في بعض التهاون كده في الهدف الاولاني، بين الهدف الاول والثاني، نزل واتكلم وزعق مع اللعيبه. تعال نشوف معالي الجمال. الهدف الاول مروان عطيه، المعلم مروان عطيه بيلعبها خلف المدافعين، تحرك جيد جدا من مجدي قفشه، بيعرضها لكهربا، والهدف الاول لكهربا، وهدف كان رائع جدا وتعاون جيد جدا. نروح للهدف الثاني الممتع، الهدف الثاني المعلم لتعاون بيرستاو مع كهربا. احمد عبد القادر يخترق من النص قدام 18 ويبصيها لبيرستاو اللي متحرك جدا ومتحرك جامد جدا، ويعرضها لكهربا امام المرمى، وكان ممكن بيرستاو يجيبها بس عرضها لكهربا، تعاون جيد جدا. والهدف الثاني الممتع. الهدف الثالث برضه احمد عبد القادر يخترق من وسط الملعب، يمر. انا قلت احمد عبد القادر النهارده ما شاء الله كان مروره وبساطه وتحركاته كانت جيده جدا. اللعيبه لما بترتاح يا جماعه زي ما قلنا، ابعدوا عننا اتحاد الكوره وزحمه المباريات، وانتوا هتشوفوا النادي الاهلي شكل تاني. النهارده الخطوط كانت متقاربه، الخطوط كانت جيده. الجول الثالث جميل جدا، احمد عبد القادر بيعدي من وسط الملعب، يلعبها ما بين المدافعين لبيرستاو، بيرستاو بلمسه واحده على طول كهربا يريحها قدامه في 2 متر بس ما بين كهربا مش يخش ويعمل الزياده ولا يطولها، لا على طول الحارس مش متوقع اللي هو يلعبها ويمكنها في الزاويه البعيده. هدف، 3 اهداف لكهربا وعوده حميده كهربا. تعال نشوف بقى على المعلم بيرستاو، ايه الهدف ده؟ ايه المتعه في الهدف؟ هدف قوي زي ما عمل في صن داونز ومر ولعبها في الزاويه البعيده باليسرى، لا عمل حاجه النهارده غير متوقعه، طابلو جمالي. كرة مقطوعة في نص الملعب، عمرو السولية يلعبها على طول لبيرستاو، بيرستاو المعلم يوقفها بمعلمة تنزل قدام رجله، ولا تروح يمين شوية ولا تروح يسار شوية، لا تنزل قدامه ياخدها ويهوش على اللاعب ويطلع لبره ويشوطها في الضيقة. هدف ولا أروع. وأنا من رأيي 3 نجوم المباراة كهربا وبيرستاو ومروان عطية، كل اللعيبه انا شايف ان هم كانوا جيدين جدا. واصابه الشناوي ان شاء الله ما تكونش اصابه خطيره، انا شايفها ان هي راحه مش اصابه، ان شاء الله يكون كويس. وعلى لطفه اهلا وسهلا بك في المباراه الافريقيه الاولى، ان شاء الله تكون سند لمحمد الشناوي. محمد الشناوي عاوز يرتاح شويه برضه، من ضمن اللعيبه اللي اجهدوا وكان عليهم ضغط كبير. الاهلي ينتظر ان شاء الله، الاهلي 7 نقط في المركز مؤقتا الثالث. ان حصل خير ان شاء الله تعادل لصن داونز غدا او فوز، الاهلي يكون مباراته مع الهلال السوداني مباراه قويه في القاهره، وان شاء الله يكون الصعود. حصل ان في تلاعب، او لان في تصريحات من المدير الفني النهارده لصن داونز بيقول لك احنا مش هنعمل، احنا هنأدي مباراه قويه جدا ورايحين ان احنا نكون فير ونلعب للاخر. ان شاء الله يكون ده فائر خير ان شاء الله، ويحصل اي جديد. عموما اللي يصعد منهم اهلا وسهلا، ونصعد الاهلي برضه. المباراه هتكون مباراه قويه جدا، الاهلي والهلال، بغض النظر الهلال صعد او ما صعدش هتكون مباراه قويه جدا. لازم نرد الشرف او الاعتبار بالهزيمه والاساءه اللي حصلت بالكوره مش باي حاجه ثانيه.